يعني مثلا اتسجن فترة لأنه اتورط في قضية خطف بسبب وساطة عائلية بين مجرمين، وغالبا المجرم ده هو الشهير بابلو اسكوبار. يا مساء الكورة المجنونة. حلقة النهاردة من مناخوليا حماسية شوية علشان حلقة كروية جدا. أصل مش معقول نبقى بنتكلم عن القرارات والشخصيات المناخوليا وما نتكلمش عن الكابتن الكبير اللي هنتكلم عنه النهاردة. هو حارس مرمى. معظم الناس لما بييجوا يتكلموا عن حراس المرمى بيتكلموا عن تصدي رهيب، عن جون انقذ فرقته من انها تخسر كاس العالم مثلا، عن الحضري وهو قاعد على العارضه وبيرقص كده. لكن معانا النهارده كابتن من كوكب تاني، لعيب كوره ما جابتوش ولاده قبل كده، حارس مرمى للتاريخ، رينيه هيجيتا. الراجل اللي دخل عالم حراسه المرمى وقال انا مش مجرد حارس مرمى، انا مجنون حراسه مرمى. الجماهير الكولومبيه كلها مسمياه رينيه المجنون. خليني اقول لكم ان طبيعي وكلنا عارفين ان وظيفه حارس المرمى ان هو يمنع الكره ان هي تخش الجون، يزنق على لعيب، ينقذ مرماه، بالكتير يطوح الكره بعيد عشان تبعد عن الجون بتاعه. لكن هيجيتا كان ليه وجهه نظر تانية تماما في حراسه المرمى. قال لك هو ليه يعني اقف جون واتفرج على بقيه اصحابي وهم بيجروا؟ لا انا كمان بقى هنزل اجري معاهم والعب في الملعب. يا ابني انت حارس مرمى، لا هجري معاكم في الملعب والعب وهجيب اجوان كمان. بس قبل ما اكمل هرجع فلاش باك صغير قوي كده، حوالي 59 سنه 1966 في كولومبيا، وهي دي السنه اللي اتولد فيها رينيه هيجيتا. يعني اتولد في بلد ومكان اصلا كره القدم بالنسبه لهم مش مجرد لعبه، ده اسلوب حياه، لايف ستايل يعني بطريقتنا، او احيانا وسيله للهروب من مشاكل الحياه. بدأ هيجيتا حياته كلاعب كوره كمهاجم، كان بيجيب اجوان وهو صغير، بس بعد كده طقت في دماغه فكره، طب ما انا ممكن اعمل الدورين، ابقى حارس مرمى وفي نفس الوقت العب واجيب اجوان. وده زي ما بيقول المثل وكلنا عارفين احنا نقصد مين، البطل هو المؤلف، هو المخرج، هو الملحن، هو كل حاجه، وما اقصدش تامر حسني. لحد اللقطه الاشهر في تاريخ هيجيتا على الاطلاق، ماتش ودي سنة 1995 بين انجلترا وكولومبيا. الكرة جاية من عرضية ضعيفة، اي جون طبيعي هيمسك الكرة بايده عادي، لكن العبقري بتاعنا قال لك دي سهلة قوي، ازاي ده انا فنان هصدها بسهولة كده، اما اوريكم انا هعمل ايه. نزل على بطنه وصد الكرة برجليه الاتنين لفوق في الهواء، نزلة العقرب اللي هي عاملة كده دي. لا نزلة المريضية مش العقرب. اسمها ركلة العقرب. زي ما بيسموها ركلة العقرب اللي هي عاملة كده دي. Redknapp. Goodness me, have you ever seen her? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping. اللي هو بيصدها كده، يعني مش عارف اقوم، بس اللي هو رجله بتخرج من هنا كده. الجمهور الانجليزي واقف مش فاهم ايه اللي عمله الراجل ده، هو ده ماتش كوره ولا ده سيرك دي سوليه؟ بس خلي بالكم هيجيتا ما كانش بيعمل كده على سبيل الهزار بس، هيجيتا كان مؤمن ان حارس المرمى لازم يكون ليه دور هجومي في الماتش. لكن بقى لما هتاخد الريسك كتير اوقات بتبوظ منك. وفي بطوله كاس العالم 90 خرج بالكوره عند نص الملعب، المهاجم بتاع الفريق التاني قطعها منه وجابها جون، وهيجيتا واقف بيضحك عادي. والجون ده كان سبب في خروج كولومبيا من كاس العالم. هيجيتا بالنسبه له الكوره للمتعه، يكسب يخسر مش مهم، المهم ان هو اثناء ال 90 دقيقه يبقى مبسوط. شخصيه هيجيتا ما كانتش غريبه جوه الملعب بس، كمان كان بره الملعب مجنون رسمي، مناخوليا بختم النسر. يعني مثلا اتسجن فتره لانه اتورط في قضيه خطف بسبب وساطه عائليه بين مجرمين، وغالبا المجرم ده هو الشهير بابلو اسكوبار، اللي ممكن نعمل عنه حلقه او حلقات لوحده لانه مفيش مناخوليا اكتر من بابلو. المهم هيجيتا خرج من القضيه دي زي الشعره من العجين، وقرر بعدها انه هيرجع يلعب كوره تاني. ما الدنيا حلوه يا شباب، في ايه؟ فمره اتسال في لقاء تلفزيوني ليه بتحب تخرج من الجون كتير، رد بكل ثقه ان انا لما بخرج من الجون بلعب في الملعب الدور اللي بجد نفسي العبه. يعني هو عنده وجهه نظر ان الحياه مش مجرد واجبات، اكيد فيها مساحه للمزاج، فسيبوني اتبسط يا جماعه في ايه. رينيه هيجيتا مش افضل حارس في التاريخ فنيا ولا تقنيا، لكن مفيش شك ان هيجيتا من اشهر وانجم حراس المرمى اللي جم في تاريخ الكوره بشكل عام. هيجيتا علمنا درس مهم جدا، انك لو بتحب حاجه اعملها بطريقتك حتى لو كل الناس شايفاك مجنون. ودي كانت حدوته الحارس اللي كان فاكر نفسه فرقه كامله، رينيه هيجيتا، اللي خلى الكوره اجمل، اللي كان بيتبسط رغم اي حاجه، حتى لو كنا هنخسر، حتى لو كنا هنخسر البطوله، المهم انا كلاعب ال 90 دقيقه ابقى مبسوط. نشوفكم الحلقه الجايه من مناخوليا، وما تنسوش ما تاخدوش الدنيا جد، خلوا فيها شويه من هيجيتا، المهم نتبسط. لو عجبتك الحلقه اعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، ولو تعرف شخصيه او قرار مجنون عايزنا نعمل عنه حلقه يا ريت تسيبه لنا في الكومنتات. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. يا رب يومك انت اللي يبقى جميل يعني. يا رب ايامنا كلها تبقى قمر.